بالنسبه للموقع، الموقع اللي هو جد ممتاز ديال هذا العقار اللي غادي نحاول نوصفو لكم، وماشي غير الموقع اللي كيثير الانتباه للوهله الاولى، كذلك فهي لا فينيسيون، بما معناه الديكورات اللي داروا في هذا العقار، الديكورات اللي هما جداد. وبالنسبه للالوان اللي تختاروا كانوا هما الوان اللي هي ناصعه، اللي ما كتزيد الا الشقق. ومن هنا كنعطي نصيحه للجميع، فاللون الابيض انما كيعطيك الشقه ديالك، كيعطيك ليها مساحه، زائد كيعطيك ليها واحد العين يخدع البصر. بالنسبه للمساحه ما كتقدرش تقيم المساحه بالضبط ديال الشقه، كتبان لك كبيره وزايده فيها المساحه بالنسبه لهذا اللون الابيض، لا سيما فاش كيكون هناك مثلا لمسه من الالوان الخشبيه، ما كاينش داك قوه الالوان ما الى ذلك. اذا سيداتي سادتي، معكم طريق من جديد من قناتكم افائل، القناه اللي مخصصه في مجال العقار. ارحب بكم اينما كنتم داخل وخارج المغرب. اذا كنتم كتشاهدوني في جميع المدن المغربيه او خارج المغرب كنقول لكم مرحبا بكم. وانت نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، فانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم. بالنسبه للعقار ديال اليوم هو عباره عن شقق من فئه ديال السكن، نقدروا نقولوا المتوسط، ولكن فينيسيون اللي هي فاخره. المدخل ديال العقار عندي هو هذا هو الباب اللي هو مقاوم للكسر. كنتواجد اليوم في احدى الشقق في عماره اللي فيها 4 ديال الطوابق، وكل طابق فيه فقط 2 ديال الشقق. وبالضبط كنتواجد بمدينه مكناس، وواحد من الاحياء الجديده بمدينه مكناس. ولكن هذا الحي هذا بالنسبه للمحلات التجاريه ولا نهضروا على المرافق عامه، فكل شيء كاين حدا هاد الشقق اللي انا فيهم اليوم. علاش؟ لان الحي يوجد، ما بقاوش فيه حتى القطع الارضيه مثلا اللي غادي يتبناو جداد ما الى ذلك. حي انسي زعما يشهد له انه نجح في هذا الحي هذا، نجح لا من الناحيه التجاريه لا من الناحيه السكنيه، كذلك كان فيه سكن اللي هو متوسط وسكن راقي ذو جوده عاليه. عندي المطبخ ديالي كما كتشاهدوا معايا، مطبخ اللي فيه بلاكارات من الفوق، فيه بلاكارات من التحت كما كتشوفوا. معطي هذا المطبخ عامر بلاوط ديالو لا بلاك الفورم والمجر. عندك بالنسبه للبلاصه ديال الشوفو لا ماشينه لافي داروها في البالكون، حاجه اللي هي زوينه. وبالنسبه للشميشه مش مزيان، هذا العقار عنده واجهه اللي هي شرقيه وواجهه اللي هي غربيه. بالنسبه للمساحه ديال العرض ديال اليوم هي 2 ديال المساحات. كاينه مساحه على ما اظن ديال 117 ومساحه ديال 119 في الاوراق. بما معناه الاوراق بما معناه التتر فيهم. بالنسبه للمساحه الاجماليه ممكن تكون فيه المساحه اللي كتفوق هذا الشيء اللي وصفت بعد. عندنا البلاصه هنا المكان المخصص للتلفاز، داروه مغلف كله من النوعيه ديال الام دي اف بلي زيتاجات ديالو. وحنا غاديين في هذا الممر اللي كله مصبوغ من الصباغه المقاومه للمياه. عندك هي العنبره، هنا عندنا الحمام رقم 1 فيه دوش ديالو، فيه لافابو ديالو، وفيه الطواليطات ديالو. حنا غاديين هنا فين عندنا هذا الممر فين كيتفرقوا عندنا الغرف. وهذه هي اللي حاجه اللي زوينه بالنسبه لهذا العقار، ان عندك الغرف بلاصه والمكان المخصص للضيوف والاستقبال عندك في بلاصه اخرى. بالنسبه للبلاكارات اللي عندنا كلهم بلاكارات اللي هما جاهزين بالرفوف ديالهم. ومازال جمال هذا العقار هو ان هذه الغرفه هذه فيها بالكون ديالها. ونزيدكم هي عندنا من هذه الجهه هذه عندنا فيها الحمام كذلك ديالها هو هذا. اما بالنسبه للشيء اللي هو مهم وكل شيء كينتظر يعرف الثمن ديال هذا العقار، فكما اكدوا لي اصحاب العقار الثمن هو 870 الف درهم. كنهضروا على 87 مليون، 87 مليون. ولربما يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض. هذه هي الغرفه رقم 2، عقار ولا عماره اللي فيها المرآب ديال السيارات، فيها الدار ديال الهساس ولا الدار ديال الكونسيرج، وفيها المسعد. بالنسبه للفينيسيون اللي هي متناسقه، ثاني شفنا اللون ديال النوافذ مع اللون ديال الابواب مع اللون ديال البلاكارات، فهناك تناسق اللي هو ممتاز، ما كيعطي للشقق الا فخامه. هنا كتشوفوا معايا الغرفه الثالثه فيها الشميشه داخله حتى لوسط الغرفه. كنعاودها، كنتواجد بكم بحي انسي بمدينه مكناس.
نقول لكم حتى نتوما كان عندكم شي عقار مثلا ارض فلاحيه او فيرما او فيلا، فانا راح نقل الخدمه ديالكم. اذا اعزائي المشاهدين كنتمنى انني نكون وصفت لكم كل ما زعما اللي كنحتاجوه باش نعرفوا على هذا العقار. نقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.